في البداية كده عايزك تعرف إن ده هو الفيلم المنفصل عن المواسم الأربعة في حكاية مليودس يا صديقي، ولو ما شفتش الأجزاء اللي فاتت أو المواسم اللي فاتت يعني فروح شوفها عند قناة برستيج يا صديقي. وما تنساش بقى ترزعنا اللايك والكومنت والاشتراك وتشير الفيديو مع صحابك عشان يوصل للكل، ويلا نخش على الجمال. بتبدأ حكايتنا يا صديقي بولد بيكون بيجري كده، بس هو بيجري من ايه يا صديقي؟ بيكون الفرسان بيلحقوه فبيخش متاهة كده يا صديقي، والبتاع دي بتكون محظورة على الناس وكده. بس هو عشان ما بيلاقيش مكان تاني فبيفكر ان هو لازم يخش، فبيبدأ يقول ان هو يقول تعويذة سحرية كده يا صديقي، فبتتفتح له البوابة العملاقة ديت وبيخش. وفي الناحية التانية بقى يا صديقي بتكون ديانا بتصطاد وحتى بان، فبيطلع له واحد كده يا صديقي وحش كده، بس هو هوبا بيكسر عظمه وبيشتغل كده يا صديقي. عاش عليك. وكينج بيجمع خضروات، وجوزر كمان عمال يصطاد في الطيور وكده. عاش عليكوا يا ابني والله. ومارلين بتجيب شوية بيض وكده. وسكانور بقى بيجيب أضخم حاجة موجودة في البحر، أخطبوط موجود في البحر، وده كمان يمكن إن هو موجود في العالم كله. وإليزابيث بقى بتجيب شوية مية على قدها. والله انتوا الاتنين لطاف زي بعض. بس هما بيجمعوا كل ده ليه يا صديقي؟ كل دوت عشان عيد ميلاد الملك يا صديقي اللي هو بعد 5، وبيجمع كل حاجتها يا صديقي. بس هو فين مليوداس ده الولا يا صديقي؟ تفكيره في حتة تانية. تفكيره ايه ده؟ دماغه كلها في حتة تانية. وبيجيله الكل يا صديقي وبيقولوا له انت شيف المناسبة ديت. وبعدين بقى انت مش قلت لنا على السمك السماوي دوت هو فين؟ وبيقول له ما انا مسمعتش عنه غير في الاساطير. وبيروح لبان وبيبدأ يقول لبان ان هو يعلمه كده. بيقول له قشر التفاحة، بس الولا يقشر ايه ده؟ بيدمرها. وبيعمل البتاع يا صديقي فطيرة على انها بيتزا وكده. بس في الاخر يا صديقي بيطلع شكلها حلو وبتعجب الكل، فبيقول لهم دوقوا. ما بيرضاش حد يدوق، بس سكانر بيدوق تفس يلا والله. بس بتطلع وحشة يا صديقي فبيرجع. وبيروحوا عشان يجيبوا شوية مية من الينبوع اللي هناك، بس بيظهر ضوء كده يا صديقي من الينبوع دوت. فبيبصوا طبعا عشان يشوفوا فيه ايه. ايوه يا صديقي ده السمك السماوي موجود جوه. فطبعا من غير اي تفكير بيفكروا ان هم ينزلوا هناك عشان يجيبوا السمك السماوي وكده. واول ما بيخشوا يا صديقي بيطلع الولد اللي شفناه في الاول كده، وبيبدأ ان هو يجري. بس اول ما بيوصل هناك يا صديقي بيلاقي عياز هناك، فبيلاقي بان بيقول له تعالى بقى انت ايه جبت الهدوم ديت منين؟ فبيجري يا صديقي الولد لانه مش بيكون فاهم عن هما بيتكلموا عن ايه. وبتجيله ديانا يا صديقي وبتوقفه، بس هو بيسمع ان هما بيقولوا له يا قائد وكده، وبيخاف من ديانا وبيطلع يجري تاني. وديانا بتتأثر وكده، بس الكل بيحاوطوه يا صديقي عشان يفهموا منه ايه الحوار وكده. وبيبدأ ان هو يجري كده يا صديقي وبيجري وراه. بيقول له هو شكله زي القائد تمام، بس جريته مش زي نفس جرية القائد. بيقول له معاك حق، لو القائد ما كنتش هلحق بالسرعة ديت ما كنتش هلحقه بالسرعة ديت. وبيقف فيها يا صديقي وبيكون هيمسكه، بس الولا بيطلع الجناحين بتاعه وبيطير. بس مارلين يا صديقي بتكون عاملة حاجة سحري وبتصده وكده. وبيطلع مليودس من الناحية التانية يا صديقي وما بيكونش فاهم هما بيتكلموا عن ايه. فبيقولوا له تعالى معايا، وبيكونوا مفكرينه نفس الولد اللي هرب منهم كده، وبيكونوا عايزين ياخدوا الخنزير ده. بيقولوا لهم ارجعوا يا خنازير انتوا. بيقولوا ما فيش خنزير غيرك هنا والله. وبيكون ماشي يا صديقي هناك وبيتفرج على المكان دوت، وبيبص يا صديقي وهوبا بيلاقي سمك سماوي طاير من جنبه. فبيقول انا عايز اصطاد واحدة من ديت. وبيعرف يا صديقي ان هما كده فوق السما، ارض تانية فوق السما. وفي الناحية التانية شبيه مليودس نايم، فبتجيله ايزابيث عشان تطمن عليه وكده. فاول ما بيطلع يا صديقي بيكون فاكرها ايلايتي، بس هي مين ايلايتي وايه ايزابيث وايه حكاية الناس ديت؟ هنفهم ده كله بعد شوية. وبيجيله بان عايز يفهم منه هو عمل ايه في القائد وكده، بس الولا مش بيكون فاهم اي حاجة هما بيتكلموا عن ايه. وبتقول له ايزابيث على اسمها وكده، وبيقول له ان اسمه سلادا. جوسر بيكون لعب في ذكرياته يا صديقي وعرف ايه كل دوت. بيقول له بس قول لي بقى ايه هو وقت الدمار دوت. والناحية التانية يا صديقي مليودس بيكون رايح المعبد هناك، وبيكون رايح يا صديقي عشان يتعاقب، بس الولا مش فاهم اي حاجة ولا عارف اي حاجة. فبتقول له يا سلادا ايه اللي انت عملته دوت؟ ازاي انت كرهت تدريباتك وكده؟ انت المفروض كنت تورث سيف المجنح دوت عشان تهزم عشيرة شياطين وكده. وبيقول لها ان هم السماويين، بس الولا بيرد ببجاحة كده يا صديقي. وبتيجي ايلايتي، ايوه هي دي ايلايتي يا صديقي، وبتحاول ان هي تروح لمليودس فاكرة ان هو حبيبها وخطيبها. فبتروح يا صديقي وتحضنه، بس بتحس ان هو مش سواد على حبيبها. فبتشوفه كده يا صديقي وبتشوف الجناحين، بس مش بتلاقي الجناحين. فبتتفاجئ العجوز ديت وبتقول ان هو ازاي ساب العجوزين كده، شال الدراعين ازاي. فبيقول له تمام، وبياخدوه كده يا صديقي على السجن. بس هو بيقول لهم ماشي بس هاتولي شويه اكل يعني. وهوك بيحاول ان هو يستخبى، بس تستخبى منين يا ده؟ بتلاقيه يا صديقي وبتاخده. وبنرجع للخطايا السبعه وبيكونوا بيتكلموا وبيقول لهم عن وقت بتاعه كده.
وكده، وبيقول له انت ازاي هربت وكده. بيقول له ان هو ما هربش، وهو جه هنا بس عشان يلاقي اوشيرو سما وفقا للاسطوره والكلام دوت. وهوك يا صديقي بيكون عايش عيشه ملوكي. وطبعا يا صديقي هتسالني كل دوت ليه؟ ده طبعا عشان العشيره الهبله ديت فاكرين ان هو شبه الكائن اوشيرو سما اللي انقذهم وكده. فبتقول لها احكي لي على الحكايه. فبتقول له ان قبل 3000 سنه دارت حرب بين العشاير كلها اللي هي اتعرضت في الاربع مواسم اللي قبل كده. لما كنت شفتهم فروحوا شوفهم يا صديقي، هتلاقيهم على قناه برستيج. ويلا كده يا صديقي نبدا نروح الخطايا السبعه التانيين، وبيقول لهم على المعلومات لو يعرفوا اي حاجه عن اوشيرو ساما وكده. بس هم بيقولوا له لا للاسف ما سمعناش عنه وكده. وبتحاول ديانا ان هي تقول له عايزين نساعدك وكده، بس كينج بيقول لها ان هم ما عندهمش اي دلائل وكده، وكمان لازم يروحوا يشوفوا القائد. فبيقول لهم تمام شكرا على مساعدتكم ليا، انا هروح اتصرف لوحدي. وبيروح هناك وما بيكونش عارف بيبدا منين يا صديقي، اللي الارض واسعه قوي. بس بيشوف ضوء كده يا صديقي وبيروح هناك، ولسه بيبص للميه يا صديقي بتجيله واحده بتقول له انت بتاعي يلا. ودي بتكون من عشيره الشياطين يا صديقي، وبتبدا ان هي تهجم عليه. وهوبا بتقول له انت رايح فين؟ تعالى يلا، مش قلت لك انت بتاعي؟ وبتكون لسه هتموته يا صديقي، بس بيجي بان وبيديها واحده كده يا صديقي، ويبدا ان هو يتعامل معاها. وبتقول لها مارلين انت غاره من فرسان الظلام السته وكده. بتقول لها انت ازاي عرفتي دوت؟ وبتبدا يا صديقي ان هي تهجم عليهم بشعاع، بس ما بتكونش قصدهم، دي بتكون قصد الينبوع اللي وراهم عشان ما يقدروش يروحوا لمملكه السماويين وكده. وده اللي بيعصب ديانا يا صديقي، وبتبدا ان هي تهجم عليها عشان مش عايزه تعمل اي حاجه. هوبا واحده يا صديقي بتدغدغها. وبنرجع يا صديقي للخطايا السبعه، واللي بتبدا مارلين ان هي تقول لهم ان قبل 3000 سنه الفرسان المقدسين السته هجموا على العشيره وكده ودمروا كل حاجه. وبتروحوا يا صديقي ان هم يروحوا معبد السماويين وكده عشان بيعرفوا ان الخيط معمل. وبيكون الولد عايز يدور على اوشيرو سما، بس بان بيشده كده. انت هترفض لي ازاي يلا؟ وبيروحوا على هناك. وبنرجع لمليودس يا صديقي واللي بيكسر الزنزانه عشان ما حدش جاب له الاكل وكده. وطبعا هوك يا صديقي عايش عيشه ملوكي، وبيخرج بره يا صديقي، وبيكون الجنود بيتدربوا مستعدين لفك الختم وكده. وبيروح لالايتي يا صديقي، وبتكون الايتي عايزه تضربه عشان هو ساب البتاع كده وما رجعش. بس بتقول له انت بتتفادى هجماتي ليه؟ مش مدركه ان الولد ده مليودس. بيقول لها ازاي اخليكي تضربيني؟ علما ليكي بقى انا مش سولادا اللي انتوا بتدوروا عليه دوت، انا مليودس. وبيتجمع الكل يا صديقي، وبيحاول ابوه اللي هو يضربه، اللي هو فاكر ابوه يعني، بس هو بيصده بيقول له انت مش ابويا، اسيبك تضربني ليه؟ بس فجأة يا صديقي هوبا البيضة اللي ختمة الشياطين بتتكسر، وبيروحوا كلهم عشان يشوفوا فيه ايه، الا مليودس بيفضل واقف مكانه. وبيتجمع الجنود يا صديقي، وبيكون واحد هناك وبيقول لهم ان هو جعان وكده، بس ده شيطان متحول يا صديقي. بيبدأ ان هو يهجم عليهم يا صديقي، وبياكل الواحد، بياكل الطاقة الروحية، بيهزم الكل يا صديقي. ويبدأ ان هو يهجم عليهم بشعاع كهربائي مغناطيسي جامد كده، وبياكل ارواحهم الشريرة. وبيحاول ان هو يهزم الايتي، بس بيجي زويا يا صديقي ابو سولادة وبيهاجمه. وبيكون واضح ان الراجل ده عارف يجاريه شوية وكده، بس يجاري مين؟ اخرة الغرور على فين يا ابني؟ فبيجيبه تحت رجليه الراجل دوت، وبيقول له انا مش زي الحمرة او الرماديين اللي انت هزمتهم قبل كده. بس هوبا يا صديقي بيحاول ان هو يضربه، وبيديله واحدة كده بتطيره. بس اخرة الغرور فين يا ابني؟ بيجيله مليودس يا صديقي وبيديله واحدة زيربيو كده بيطيره. بيقول له لما انتش عايز تموت تجري يلا. بس هو بيقول له اموت ايه انت عبيط، انا من فرسان الظلام الستة. بس هوبا مليودس بيديله واحدة كده يا صديقي بيطيره. فبيحاول ان هو يهزم، فبيمسك الولد عصاية صغيرة كده كانت جنبه، وبيبدأ ان هو يستخدم تقنية الانعكاس الكامل، وبيهزمه بهجمته اللي يتهزم بسلاحه بيتقال عليه ايه يلا. وبيتهزم كده يا صديقي، وبيروح ان هو يحتفلوا بيه كده يا صديقي، وبيديله نصيبه وبيقول له خد ديت. ومليودس طبعا ما يتوصاش يا صديقي، على عكس هوك يا صديقي اللي بيكون الناس الهبلة بيقدسوه ويعبدوه كده، لا اله الا الله يا صديقي. وبيروح للايتي وبتقول له ان هو يتظاهر ان هو مش مليودس لغاية الاحتفال. فبيقول لها ليه اعمل كده؟ فبتقول له عشان ام سوادة ماتت في الحرب اللي فاتت قبل 3000 سنة وكده. فبيقول لهم تمام. وبنرجع لسولادا يا صديقي اللي بيكون قاعد مع ارنست، وبتقول له انت شبه مليودس او شبهي يعني، انا كنت بحاول ادور على الخطايا السبعة وكنت لوحدي ما كنتش عارف اعمل حاجة عشان ينقذوا مملكة لونيوس وكده، بس مليودس هو اللي انقذني لما كنت ضعيفة وكده. وبتيجي تاني يوم يا صديقي المراسم، وبيكون مليودس فعلا وافق ان هو يهاجم المراسم دي. بس هوبا وهم موجودين الدرع بتتفجر وبتظهر منها شياطين كتيرة اشكال والوان يا باشا، وبيبدأ الكل ان هم يهجموا عليهم يا صديقي. وحتى فرسان الظلام الستة بيطلعوا، بس واحد اتهزم منهم يا صديقي المليودس هزمه دوت. وبتبدأ البت دي تقول لهم انا مش هلعب معاكم، هخلي الاتنين دول يلعبوا معاكم. وبتزود قوتهم كده يا صديقي، وبتخليه يلعب مع الولد. حتى يا صديقي الوحش الناري دوت بياكل في الارواح وكده. وبيبدأ يا صديقي واحد فيهم ان هو يجمع الارواح كلها، وبتكون البتين دول هيتمسكوا، بس الايتي بتنقذهم يا صديقي. وبيكون دوت ماسكة شل في الكل.
الكل، فبتجيله لايت عشان تهزمه، بس يا صديقي مليودس بيوقفها وبيصد هجمته اللي كان ضاربها عليه، وبيقول له تعالى يلا. بس بيجي واحد كده يا صديقي، وده بيبيليون يا صديقي، اقوى واحد في الفرسان الظلام الستة، وبيقول له انت اللي لد ليا، مفيش حد غيرك يقدر يقف قصادي. ويبدأ ان هو يهجم عليه يا صديقي، وبيجي الوحش دوت عشان يهزم الناس ديت، هوك والواحدة اللي معاه، بس هي بتحاول تعمله، بس الله يكسفك انت بتعملي ايه. بس ده صديقي بيعصب هوك، فبياخد هيئة الدراجون عشان ان هو يهزمه وكده، وبهيئة الدولفين يا صديقي، وبيحاول ان هو يلعب مع الغميضة وكده. بس الوحش اخر ما بيزهق منه بيهاجم كل الحفن مرة واحدة بتقنيات البرق، فده اللي بيكهربه يا صديقي، فبيتحول لهيئة الخنزير الطائر، وبيبدأ ان هو يهجم بيه يا صديقي، وبياخد الولاية بيمشي، وبيحاول ان هو يقضب بيه، بس هو بينجح ان هو يعمل كل دوت. وفي الناحية التانية يا صديقي بيكون زويا مش عارف يعمل اي حاجة، وهوب على وصول الخطايا يا صديقي، دخول رايق يعمل حرايق يا جدعان والله. وبيخش يا صديقي، وبتقول له مارلين انا خصمك بقى، وبان شغال نزع في الوحشات الصغيرة ديت، عمال يهزم فيهم شمال ويمين، وبتكون إلايتي عمالة بتحارب في دوت وكده، بس هو بيشل حركتها، وبيكون لسه يا صديقي هيموتها، بيقول لها هاتي حضني يا بنت، بس هو يا صديقي سولا ده بيوصل وبينقذها في آخر وقت. وبيجي له بان وبيقول له سيب العصافير الحب ديت لوحدها وتعالى لي بقى انا هشلوحك، وهوب ده واحدة في التانية في التالتة بيهزمه يا صديقي، بس بيشكه بإبرة، وبيكون عايز يكسرها، بس الإبرة دي مخدرة يا صديقي بتشل حركة الخصم، وبيبدأ ان هو ينزل فيه دم، بس بيقول له ايه يلا انت مش عايز حضني، خد حضني مني انا اهو. وبيبدأ ان هو يهزمه يا صديقي، ومليودس شغال طحن هناك ومش قادر يعمل اي حاجة معاه، فبيبدأ يا صديقي ان هو يديله ضربة واحدة كده، بس البتاع بيصدها، وبيبدأ يا صديقي يرجع من وراه ويديله وبة واحدة تانية، وبيكسر الجدران يا صديقي، وبيديله واحدة تالتة، ومش قادر يعمل يودس انه يعمل اي حاجة. وبيقف له مرة تانية وبيقول له ايه انت بتعمل ايه يا ابني، انا كنت فاكرك مت. والناحية التانية يا صديقي بيكون جوسر وكينج عمالين ان هم يهاجموا اللي بيجمع الارواح دوت وكده، فبيحاوط نفسه يا صديقي بكتلة من حاجته، وبيبدأ ان هو يا صديقي يرميهم على حتت كده بتشل حركتهم، بس هو مفكر كده يعني، وبيبدأ يقول لهم ان قوتكم كبيرة جدا، وبياخد طاقتهم الروحية وبيدمجها مع جسمه، بس يدمج ايه ده، كل ده وهم من جوسر يا صديقي، وبيهزموه بأفعاله، وكل ده جوسر اللي عمله. وبيقول له انت مش المفروض تشالين، بيقول له ازاي يا ابني انا ما عنديش اعصاب اصلا، وبيجنب جينج ان هو يديله رمح في قلبه كده يا صديقي، وبيخلص عليه بسرعة، جمدان جمدان والله، وبيحرروا كل حاجة. والبت ديت شغالة في ديانا، بس ديانا بتستخدم هيئة الجسد الصلبي يا صديقي، ما بتقدرش ان هي تعمل اي حاجة، فبتكسر الصخرة اللي تحتها، تقول لها ها وريني بقى هتعملي ايه. بس هو بيلاقي كينج يا صديقي بتهين ديانا، فبيقول لها تعالي لي بقى انت ازاي تعبسي مع مراتي، وبيبدأ يا صديقي ان هو يهجم عليها وكده. وحتى مارلين شغالة عجن في الولد اللي هناك اللي بيحاول يحمي نفسه، بس هي بتقول له عند امك يلا، وبتبدأ ان هي تهجم عليه يا صديقي، وهو مش قادر يعمل اي حاجة. وهناك يا صديقي سكانر ماسك الشياطين الصغيرة دي دعن فشخ، ومش قادرين يعملوا معاه اي حاجة، فبتحاول البت ان هي تهرب، وده بيكون قدامها، فبتزود قوته كده يا صديقي، وبيحاول ان هو يهجم على مارلين، بس سكانر بيقول له احنا مش هنزعج مارلين دلوقتي، يعني هات اخرك يلا وريني اخرك انت تقدر تعمل ايه. هو بيكونش الوحش قادر ان هو يعمل اي حاجة، وسكانر بضربة واحدة يا صديقي بيمحيه من على وش الارض. والبت بتحاول ان هي تهرب، بس على فين يا بنتي، ديانو وكينج يا صديقي بيهجموا عليها مرة واحدة، وبتقع يا صديقي، عاش عليكم والله. وعلى الناحية التانية يا صديقي بيجوا الجنود للملك، وبيقولوا له إن سولادا بيواجه واحد قوي قائد الجيوش اللي هناك، فبيروح يا صديقي، وهو لغاية دلوقتي لسه فاكر إن مليودس هو سولادا، ومش مبين ما بينهم. وبيروح يا صديقي بيكون مليودس بيتعجن هناك، فبيحقق على هيئته الشيطانية كده يا صديقي، وبيحاول إن هو يهزمه، بس بيجي يا صديقي بيجي العجوز دوت عشان يساعده بالسيف المجنح، وبيقول له مليودس إن هو ما يقربش وكده، بس هو ما بيسمعش الكلام، بيشق له دراعه، بس هو الناحية التانية برضه بيطير له دراعه. والدراع يا صديقي السيف دوت بيحاول ان هو ما يخليش الشياطين تجدد نفسها وكده، وسر السيف ده ان هو بيختم قوة الشياطين وكده يا صديقي. فبيحاول يا صديقي الولد دوت ان هو بيزغ، يخلي يحرك ايد الراجل، وبيخليه ان هو يزغ مليودس وكده. وبيبدأ يا صديقي مليودس يحاول انه يشد السيف، بس ما بيقدرش ان هو يعمل اي حاجة، والولد بيضربه، بس هو كل همه ان هو يشيل السيف، بس ما بيقدرش يعمل اي حاجة، وبيقع على الارض في الاخر. وبيجي له يا صديقي وبيكون لسه هيموته، بس هو بابان بيخش عليه واحدة كده يا صديقي بيموته، وبتوصل إليزابيث على المكان يا صديقي، وبتحاول ان هي تشفيه بسحرها، بس ما فيش اي حاجة بتوصل يا صديقي، ده حتى سكانر ما
بيقدرش ان هو يشيله. وبتيجي الجدة يا صديقي فبيقول لها هوك ان هو لازم يتشيل يساعده وكده، مليودس حماهم وكده، وبيقول لها تمام، وبيحميها يا صديقي وبيعالجوا جروح الراجل دوت. وبيقول لهم ازاي في اتنين من سولادة واتنين من الايتي برضه، بس بيفهمون الاتنين التانيين دول مليودس واليزابيث. وبيقول له روح اسحب الكلام دوت، وبيقول له ان الخطايا السبعة جم عشان يساعدوهم عشان مليودس وكده. فبيقول له تمام روح بقى اسحب البتاعة. فبيقول لها تمام جهزوا سحركم بقى وسيبوا الموضوع ده عليا. فبيشدها يا صديقي بس بيجي ابوه بيوقفوا مرة تانية، بيقول له ده شيطان ما تقدرش انت تسيبه. وبيرجع الوحش التاني يا صديقي ان هو يجمع الخطايا الناحية التانية، الخطايا اللي ماتوا قبل كده اللي هم الفرسان المقدسين الستة، وبيجمع قوتهم يا صديقي. ومن كتر الطاقة السحرية ده جسمه بيتغير وبيطلع واحد كتير كده يا صديقي، وبيكرر الخطايا السبعة ان هم يروحوا يواجهوه هناك قبل ما يجيلهم هنا عشان يبدأ ان هو يعملهم. وبيكون سلادة عايز يشيل السيف بس بيقول له لا ده من عشيرة الشياطين ومش هينفع ان هم يشيلوا السيف وكده. فبتبدأ اليزابيث ان هي تستعطفهم وبتقول لهم ان هو ساعدكم وكده. هو لايتي بتأكد على كلامها وبتقول له هو اللي انقذك امبارح، بس هو بيقول لها الشياطين امر مختلف، احنا ما نقدرش نخالف القانون بتاعنا. وبيروح يا صديقي الخطايا السبعة كلهم عشان ان هم يوقفوا الوحش دوت. وبيقول لهم انا كل اللي اعرفه ان انتوا لازم تنقذوه. والوحش يا صديقي بيكون بيجمع طاقة روحية كبيرة قوي وبيهجم عليهم مرة واحدة. ومارلين بتحافظ على الحاجز يا صديقي بس الحاجز ما بيستعملش غير ضربة واحدة. وبيحافظ على الكينج هيئته الشيطانية، وبيفعل ديانا اتنين حجريين برضو عشان ان هو يوقفوه. وسكانر بيكون بيحاول يمنعه فبيجي ده بيكون عايز يضربه بس بام بيوقف له انت رايح على فين يلا تعالالي. وبنرجع لمليودس يا صديقي واللي بيكون قرر سولادة ان هو يشيله. بيقول لهم طالما الخطايا السبعة واثقين فيه وهم جم هنا علشاني. وبيتحرر مليودس يا صديقي وبيقول له حلو السيف دوت بعد ما خلص على الوحش اللي هناك انا هواجهك بيه. وبياخد سيفه يا صديقي وبيروح بيلاقي بام معجون بس بيوصل يا صديقي وبيضرب اللي هناك. وبيقول له ايه اللي بيحصل لك دوت اغيب شويه الاقيك موجوع وكده. وبيودله يا صديقي وبيبدا مليودس الصديقي ان هو يستخدم الطاقه وكده. وبام بيحاول يوقف معاهم الوحش اللي هناك بس بيجي لهم سولادا وبيقول لهم ان هو عارف طريقه ان هم يوقفوا بيها الوحش وكده. والسيف دوت لازمته الحقيقيه هي مش القتل، لازمته الحقيقيه هي القتل. فبيفعل يا صديقي الختم كده يا صديقي ومليودس شغال هناك بيجاري الوحش اللي هناك دوت ومش عارف يعمل اي حاجه مع بيبيليون. ضربه من هناك على ضربه من هنا الدنيا بتمشي يا صديقي. بس هوبا بيحدف عليه صخره كده يا صديقي بس مليودس بيصدها وبيهجم عليه بشعل بقى بيقول له بس يلا بطل لعب. وبيكسر له السيف يا صديقي وبيديله واحده بوم مطخ رزع كده يا صديقي وبيبدا ان هو يخلص عليه خالص. بس هو الولا قبل ما بيموت يا صديقي بيهجم عليه هجوم اخير يعني وكده. بس مليودس بيعكس عليه هجومه كله. الولا قبل ما بيموت بيضحي بالوصيه بتاعته او بالبتاع المقدسه بتاعته للوحش عشان يزود قوته وكده. وبتوصل يا صديقي بقى بتكون القوة أكبر من قوة الختم ما بيقدرش إن هو يعمل أي حاجة. وبيتحول قوة الوحش يا صديقي والقطاع السبعة ما بيكونوش قادرين يعملوا أي حاجة ويكون لسه يموتهم يا صديقي. فبتيجي يا صديقي الحانة الأم يا صديقي وبيكون هوك هو اللي استعان بيها وبتاكل هجمة الوحش الكبير دوت كده يا صديقي عشان مش هتقدر تصدها يعني وكده. وبترجعها مضاعفة، بترجعها له مضاعفة وبتهزمه وكده. وعلى الناحية التانية يا صديقي بيكون سعادة بيجمعوا قوة فيه، بيجمعوا قوة لأن قوته لوحدها مش كفاية عشان يهزموه كده. وبيتجمعوا يا صديقي وبيعملوا تعويذة ختم كبيرة قوي. بس مليودس بيقول لهم لا الموضوع مش هيخلص على كده، لازم نعمل ضربة الخطايا السبعة. فبيبدأوا يا صديقي كل واحد ان هو يهجم بهجومه المميز وبيجمعوا الهجومات دي في الاخر في هجومة واحدة. بيروح القائد يا صديقي وبيستنسخ الكتير منه وبيجي ان هو يستخدم تقنية الانعكاس الكامل وبيرجعهم للنسخة الاصلية يا صديقي وبيجمعهم في ضربة واحدة. والضربة دي ضربة الخطايا السبعة واللي بتهزم الكائن وبتختمه. وبعد ما بيخلصوا يا صديقي بيروحوا لهم وبيكونوا خلاص هيودوهم عشان يرجعوا على مكانهم ويقولوا لهم لازم تقعدوا معانا تحتفلوا بالوليمة وكده. فبتقول لهم تمام. مليونس عايز يحتفل بيقول لهم انا عايز سمك سماوي. بس هوبا يا صديقي بيلاقوا سمكة سماوية داخلة تسلم عليهم فبياخدها مليونس وبيمشي وكده. وبتكون مارلين قاعدة بتكلم دين وبتقول لها مين أوشيرو ساما ده في رأيك. فبتقول لها اللي احنا راكبين على ظهره دوت كان بيمتلك ضوء تخافوا عشيرة النور ويمتلك ظلام تخافوا عشيرة الشياطين ومحدش قادر يعمل أي حاجة معاهم. وبكده بيخلص الجزء بتاعنا. ما تنساش يا صديقي تكون عملت لنا اللايك واشتركت في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا سلام سلام.